ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. فيديو بعد العيد على طول. انا خدت 3 ايام اجازه، حاسه نفسي عايزه افصل. مش حاسه نفسي عايزه افصل، انا اساسا فاصله يعني من بعد العيد، وانا حاسه ان انا من بعد رمضان قصدي، حاسه ان انا استنفذت كل طاقتي في رمضان، فما عنديش اي طاقه خالص. يعني ادينا اهو داخلين في اسبوع من يوم الجمعه، والنهارده ايه، التلات. وحاسه نفسي همدانه جدا، وما عنديش اي طاقه اعمل اي حاجه بصراحه. يعني خلاص كلنا كده استنفذنا كل طاقتنا، فما عندناش طاقه تانية. الحمد لله عيدنا، ومبسوطه جدا 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 فوق ما تتخيلوا، علشان الفيديوهات بتاعت ليلة العيد والعيد عجبتكم جدا. ونرحب بكل حد دخل عندي، والعيلة ان شاء الله بإذن الله تكبر وتكبر وتكبر بيكم. بس انا مش فاهمه، انتوا لو الفيديو عجبكم ما بتحطوش ليه لايك؟ عشان انا مش بقول حطوا لايك، بس هو اللايك بيرفع الفيديو. بس انا يعني ثقتي فيكم ان انتوا لما الحاجه تعجبكم تحطوا لايك، فانا بعرف اذا كان الفيديو عجبكم او مش عجبكم من ان انتوا بتحطوا لايك. فحطوا لايك، مش هتخسروا حاجه. وكمان علشان الفيديو بيترفع باللايكات. المهم ما علينا. طبعا الوجبه دي احنا كنا جايبينها يوم العيد، وقلت لكم احنا نزلنا الصبح وكانت الدنيا برد جدا، وكلهم جايين يرجعوا تعبانين، فما كانش ينفع تبقى يوم العيد. فعملتها مش النهارده، انا عاملاها يعني امبارح تقريبا او اول امبارح، مش فاكره. احنا عندنا في الصعيد بنميل اكتر للملوحه مش للفسيخ. انتوا بتاكلوا فسيخ اكتر، احنا بقى عندنا ملوك الملوحة. انا خايفة اقول ان انا ما استظرفتش الفسيخ، احسن يحصل عليا هجوم. يعني الحاجة اللي محبينها كتير انا خايفة اجي ناحيتها بصراحة. يعني اي حاجة عارفة اني محبينها كتير، ما بحبش اجي ناحيتها. المهم دلوقتي احنا الملوحة بالنظافة زي ما انتوا شفتوا، بشيل القشر خالص عشان القشر ده بيوترني. طبعا في ناس بتفتح الملوحة كده وبتاكل من جوه وبترمي الجلد بالقشر، وما بتروحش ناحية القشر خالص. ويعني بتاكل من جوه وتسيب من بره، وكده كده القشر بجلده بيترمي. بس انا لا، ما بعرفش. هنفتح الملوحة نشيل اللي هو العمود الفقري بتاعها، اللي هي الشوكة الكبيرة دي، وهسيبها كده. انت ممكن تقطعيها، بس انا هسيبها كده. والتانية عملتها نفس الموضوع. انا لبست جوانتي علشان الفيديو ده كان في ايام العيد، وامبارح او اول مش فاكرة. فانا خفت احسن نخرج يعني، فبما اننا هنخرج فقلت يعني نقلل من الريحة شوية. وكمان الرنجة بتبقى ريحتها نفاذة جدا، فلازم تلبسي جوانتي وانت بتعمليها. يعني مش فازلكة زيادة، ولا كده كده هناكل بايدينا يعني. بس لو انت خارجة حاولي كمان تاكلي بالجوانتي. عملنا كده الملوحة، لسه هوريكم هكملها ازاي. ناخد بقى الرنجة على البوتاجاز، وهنبصوا يعني اوحش حاجة فيها ان هي بتبهدل البوتاجاز، بتبهدله بهدلة ما يعلم بيها الا ربنا. عايزة تاخد العين دي كلها باللي فيها وتتغسل بعد الرنجة على طول. لان انت لو مسحت البوتاجاز وسبت العين نفسها، كل ما تيجي تعملي حاجة هتطلع لك ريحة الرنجة. كل ما تشغلي البوتاجاز تلاقيه ريحته رنجة. فالعين كلها بمحتوياتها كده هتاخديها وهتغسليه. تعالوا اقول لكم على حاجة. في الفيديو بتاع يوم العيد، لما انا كنت بقول للناس اللي مش عايز يتصور يبص الناحية التانية، فانتوا في يعني بعض الناس اتريقت عليا وقالت لي انت هتتحكمي في لا اله الا الله. لا طبعا، لا اله الا الله انا مش بتحكم فيها. انا كنت بتكلم اللي جنبي بالظبط. دول اللي انا لو صورت هيظهروا شكلا وموضوعا وبكل تفاصيلهم. اما الناس البعيدة زي ما انتوا شفتوا مفيش تفاصيل باينة. يعني بصور من بعيد والتفاصيل مش باينة والوشوش مش باينة، لكن اللي جنبي بالظبط وانا بصور فهيبقوا ظاهرين جدا. فانا بقول لهم اللي مش عايزه تتصور تبص الناحيه التانية. واصلا ما فيش ولا واحده فيهم بصت الناحيه التانية، يعني اللي اتصورت وكان في ابتسامات، وكان فالناس يعني الناس حبوبه جدا. ما تبقوش انتوا قافشين كده، يعني هم حلوين تبقوا انتوا وحشين. الناس اخدتها عادي. بس انا لازم اقول علشان ممكن يكون حد مش حابب يظهر على اليوتيوب، فاي حد بيظهر معايا اليوتيوب لازم اقوله. لكن الناس الكتيرة اللي كانت يعني ناس من بعيدة ملامحها مش ظاهرة، تقفوش على الواحدة كده يعني. دلوقتي هنعمل الرنجة مش مبطرخة. انا قلت هنعمل البطارخ بقى في طبق ومش عارف، لا زي ما انتوا شايفين كده ما عملتش بطارخ، فهنحط كله مع كله.
هننضفها برضو، هنشيل الشوكة الكبيرة دي من النص، هتلاقيها طلعت معاها كل الشوك اللي على الجنبين. وهنحطها في طبق ونلم الليلة دي ونرجع تاني. هنلم الليلة وهنرجع تاني هقول لكم هنتبلها ازاي او ايه الاضافات. الملوحة هنحط لها الزيت بيغلي، والرنجة هنحط لها الزيت ساقع عادي، زيت عادي من العلبوة على طول يعني. دي زيت بتقدحيه جامد، وبعد كده بتحطيه على الملوحة عشان يسويها. وفي ناس بتاكلها عادي كده، عند بيت بابا بناكلها عادي كده. وهنحط خل عليهم كلهم وليمون عليهم كلهم. بس زي ما قلت لكم الزيت اللي طبعا احنا هنا حطينا زيت اهو من العلبة على طول، لكن الزيت اللي في الملوحة بيبقى لازم بيقدح. وبعدين هنعصر ليمون عليهم كلهم. يعني تخيلوا تبقي مستعدة وعاملة حسابك ان انت هتاكلي الحاجات دي يوم العيد وخلاص ورقك بيجري عليها، وبعدين يحصل ظرف طارئ ان هم يتعبوا، فما مش هينفع ياكلوا من الاكل ده خالص، ويفضل الاكل ده قدامك كام يوم لحد ما الدنيا تستقر معاهم عشان تاكليه. يعني الملوحة والرنجة والحاجات اللي زي دي بالنسبة للي بيحبها ده يعني بتبصي مش عارفة انا دلوقتي ريقي بيجري ليه يعني. انا الاكل ده انا اكلته، انا ريقي دلوقتي بيجري ليه انا مش عارفة، وانا بسجل دلوقتي. خلصنا، وهنحط ليمون، كتري من الليمون وكتري من الزيت عشان نخفف من الملوحة الملح الزايد اللي فيه. كده خلصنا دول. هنعمل سلطة الطحينة بتاعتها. سلطة الطحينة بتاعتها بتبقى زي السلطة العادية خالص، سلطة الطحينة العادية خالص، بس بنحط لها من المش ده المش اللي بيبقى جاي مع الملوحة. بنحط شوية، ما تحطش كتير علشان ما تبقاش الدنيا مالحه. والله يا جماعه مش عارفه في ايه، ريقي بيجري، انا ريقي بيجري ليه وانا الاكل ده اكلته، وطبعا كلكم اكلتوه برضو. كده كنت خلاص خلصت وحطيت على السفرة، وهناكل طبعا الكولا. معلش اعذرونا في الكولا، هو اصلا كلها اكل على بعضها غير صحية ومضرة، فخليها مضرة لاخرها. وحطينا كولا، يعني بحاول بقدر الامكان ما احطش الحاجات المضرة، بس هي اصلا اكلة كلها ضرر. فيلا كلها املاح، فنحط معاها الكولا عشان نقضي على الاخضر واليابس في جسمنا وخلاص كده. بصوا بقى، انا دلوقتي بعد ما خلصت الاكل طبعا هروح اعمل كيك. ليه هعمل كيك وفي خبيز العيد؟ احنا عندنا خبيز العيد بس البسكوت خلص، البسكوت اللي هو بتاع الشاي كنت عاملاه قبل العيد باسبوع تقريبا لما عملته معاكم، فكانوا بيتسحروا منه، يعني كانوا بيستخدموه في السحور وبيفطروا منه، خلص. فعايزين حاجة تبقى سريعة للفطار دلوقتي، برضو المعدة لسه مش واخدة ان هي تاكل، لسه كلنا واخدين ان احنا لسه ما ندبهاش في الفطار ولا في الغدا ولا كده، عايزين حاجات خفيفة. فقلت هعمل كيك للشاي، كيك عادي جدا، مش عايزة اي حاجة تكون متكلفة ولا بالشوكولاتة ولا اي حاجة. هنعمل كيك عادي، كيك الفانيليا العادي للفطار الصبح. ولو حد جاع مثلا بالليل او كده، عندنا المخبوزات لسه فاضله ما شاء الله، مش زي ما هي، يعني الكحك بسكر خلص والبسكوت خلص، فاضل لانكشاير والبيتي فور. اول حاجه لما تيجي تعملي الكيك طبعا خلاص تعودنا تفصلي البياض عن الصفار. البياض هتعمليه لوحده لحد ما يبقى زي الكريم شانتيه بالظبط، وهنحطه على جنب. الصفار بقى هنضربه ضربتين، مش عايزين ضرب يعني عادي، هتضربي مش هتضربي ما تضربيش، لان احنا كده دخلنا الهواء في البياض بتاع البيض. الصفار ما تنسيش الفانيليا طبعا. يعني احنا دلوقتي دول 5 بيضات، هقول لكم المقادير كل ما احط حاجه هحط يعني اول حاجه 5 بيضات فصلناهم، ده البياض بتاعهم اللي احنا عملناه كريمه، وده الصفار حطيت عليه 2.5 كوباية من السكر البودر. ما تنسيش الفانيليا وذره الملح. لو انت هتستخدمي السكر العادي حطي 2 كوباية بس، لان التحلية بتاعته يعني اعلى. اما السكر البودر التحلية بتاعته اقل، فهنحط 2.5 كوباية. وبعدين حطيت كوباية زيت، ولو عايزة التست يعلى حطي الكوباية دي نصها سمنة ونصها زيت. انا عايزة الحاجة تبقى اخف فبحط زيت، لكن انت لو عايزة تست الكيك معاكي يبقى عالي واحلى هتحطي الكوباية دي نصها زيت ونصها سمنة. وطبعا كوباية لبن.
وهتحطي معلقتين من الخل علشان لو فضلت معاكي كذا يوم تحافظي على الطراوه بتاعتها. الخل او الليمون بيحافظ ان الحاجه تبقى طريه. وهتحطي 3 كوبايات من الدقيق وعليهم واحده من البيكنج باودر. قلت لكم قبل كده البيكنج باودر اللي انا بستخدمه سان جورج. سان جورج اعلى حاجه موجوده في السوق وناس كتير ما تعرفهاش، وارخص حاجه. ان هي رخيصه فالناس ما بتفكرش ان هي تروح تشتري، بس هي بالنسبه لي احسن من كل البيكنج باودر الموجود في السوق بالنسبه للسعر وبالنسبه للجوده بتاعته. بيطلع الحاجه معايا ممتازه جدا. مش بستخدم غيره، ولا بستخدم محسن، ولا بستخدم كيك شيف، ولا مش عايزه اضرب في حاجه. انا سان جورج ده مش ابن عمي يعني، بس انا بقول لكم الحقيقه. بعدين يعني بعد ما خلاص عملنا الخليط كله، لما تحط الدقيق لا، لما تحط الدقيق عادي بالمضرب. لما تحطي الكريمه اللي احنا عملناها ما تضربيش بالمضرب طبعا، هتعملي بمضرب يدوي او بمعلقه، ومن تحت لفوق من تحت لفوق لحد ما يندمج. بعدين هتخبطيها خبطتين عشان الهواء يطلع، او تعملي الحركه دي اللي هي تعملي دوامات. هتطلعي برضو الهواء، يعني يا اما تخبطيها يا اما تعملي دوامات فيها. هتكوني مسخنه الفرن جامد، وبعد كده لما تحطي الكيك هتوطيها جامد جدا، وهتطلع بالنتيجه اللي انتوا شايفينها دي، ويمكن انتوا تطلع معاكم كمان احلى. وهنقلبها واوريكم من جوه هتبقى شكلها ازاي. بس هي كانت سخنه جدا فانا مش هقطعها دلوقتي. واستنوا هوريها لكم. هقطعها طبعا نصين عشان تشوفوها من جوه، احسن تقولوا مثلا ان انا ما طلعتش معايا حلو عشان كده مش وريتها لكم. بس عشان هو محدش هياكل دلوقتي، وعلشان انا ما قطعتهاش يعني، قطعتها بس هوريها لكم وبس كده. هسيبها لحد كمان ما تبرد عشان اعرف اقطعها كويس وما تفرولش مني. هنشيل الصينيه وده شكلها، وكمان بصوا على شكلها من جوه. ما تقولوش ان هي كيك، تقولوا ان هي نايتي، والمسام بتاعتها مقفوله. وهتعجبكم جدا. اعملوها بالطريقه دي، اعملي الطريقه اللي تريحك، بس اهم حاجه افصلي البياض عن الصفار. وبعد ما تخلصي الكيك بتاعك كله حط البياض عليها وهاتيها من تحت لفوق من تحت لفوق، هتبقى جامده جدا. عايزه احط لكم حاجه بقى في اخر الفيديو، حلاوتكم يا طعمتكم يا جمالكم لما تاخدوا من ورايا المقادير وتطلع احلى من المقادير اللي انا عاملاها. يعني ناس اخدت المقادير بالظبط زي ما انا عاملاها وعملت المخبوزات وبعتت له الصور، وطبعا هنزلها لكم وتشوفوها. وطبعا فرحت جدا 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 ان المقادير طالعه بالظبط مظبوطه معاهم. وبعتوا لي الصور. كده الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم. طبعا هحط لكم الصور اللي هم بعتوها لي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.